أكتر كلمة بيوشوشنا ربنا أتصور كده بعد الإصحاح ده، بيقول لك ارجع. ليه؟ ساعات تكون في روح غضب دخلتك، متغاظ، وربنا عمال يقول لك ارجع حبيبي، ارجع لسلامك. أنا مديك سلام، أنا مسؤول، مالك غضبان ليه؟ فاير ليه؟ ما أنت دقت طعم السلام. أو ارجع لمحبتك الأولى، مش كنت بتحبني أكتر من كده؟ مش كنت بتحب الخلوة؟ مش كنت بتحب الإنجيل؟ مش كنت بتحب القداس؟ ليه سبت نفسك الدنيا تاخدك؟ ما أنت دقت في وقت مشاعر حلوة. أو ارجع تاني، خليك طيب زي الأول. كانوا بيقولوا عليك ساذج، ما كنتش بتشوف عيوب حد. ما ترجع للطيبة دي، عامل فيها ناصح دلوقتي، هي مش نصاح، بقت عين شرير، بقى كل الناس في نظرك وحشين. فين البساطة اللي كنت فيها وانت صغير؟ أو ارجع وخليك طفل، ما انت كنت طفل في منتهى النقاوة. ومن لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله. سلام المسيح. أنا يوليانا إيهاب، وأنتم بتسمعوني من خلال خدمة قناة الراعي الصالح The Good Shepherd على اليوتيوب، وكمان على صفحة الفيسبوك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير مع أصحابك، عشان ده بيشجعنا نستمر وبيحسسنا إن احنا بنعمل حاجة حلوة ومفيدة. احتمال الله لبعدنا عنه، تحت عنوان ارجعي يا نفس. أول مرة لاحظ الأسبوع اللي فات إنه الكلمة دي ملحة قوي في سفر أرمية. سفر أرمية اتكتب قبل المسيح بحوالي 550 سنة أو 600. أرمية حضر السبي، في الأول قاعد يقول للناس يا ناس توبوا، ما بيتوبوش، فقال لهم خلاص في أيام صعبة جاية عليكم. وسلموا خلاص للبابليين، فاعتبروه جاسوس، فسجنوه بهدلوه، لأنه اعتبروه خائن بيقول سلموا. فقال لهم ما خلاص، ما هو ربنا هيأدبكم، أنا عارف هو قال كده. ما صدقوهوش، فتذل أرمية ذل شديد قوي. وحضر السبي فشاف الهيكل بيتحرق قصاد عينه، وده سر كتابة مراسي أرمية، إنه كان بيرثي حالة أورشليم والهيكل. وبعدين كان كبر في السن، قاموا بهدلوه تاني لغاية ما اليهود نفسهم موتوه. أرميا تنبأ حوالي 50 سنة، 50 سنة بيقول للناس ارجعوا، ما بيرجعوش. ودايما لما الواحد فينا بيحبط بيفتكر أرميا، لأن ما فيش نبي أو خادم في التاريخ تعرض للإحباط في رأيي قد أرميا. لدرجة مرة يقول يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع، فأبكي نهارا وليلا على قتل بنت شعبي. يا ليت لي مبيت مسافرين، يعني نفسي هج واطلع من الدنيا دي من كتر يا عيني ما هم ما حدش بيسمعوا. يا ناس ارجعوا، يا ناس توبوا، يا ناس اتغيروا، ما حدش سائل فيه. وأرميا كانت دموعه قريبة، عشان كده بيسموه النبي الباكي. والبعض بيقول ان المسيح كانت دموعه قريبة، فلما سألوا ماذا يقول الناس عني أنا، البعض قال إيه؟ أرمية. فكأنه أرمية تخيلوه أقرب إلى شبه المسيح. هم طبعا ما كانوش شافوا أرمية في وقتها في جيل المسيح، لكن جالهم يعني فكرة يكونش أرمية اللي سمعنا عنه، اللي بيحب شعبه قوي وبيبكي على شعبه كتير، لأنه كان المسيح حنين قوي، وكان أرمية معروف أنه حنين قوي على الناس وصعبان عليه أن الناس تهلك. اللي أنا شغلني الأسبوع اللي فات أن في إصحاح واحد مكتوب كلمة ارجعي 6 مرات تقريبا. وهنا ارجعي ليه بالمؤنث؟ لأنه النبوات عادة تخاطب الشعب اليهودي كعروس، كأنثى، كزوجة لله. فلما تلاقوا كلمة ارجعي بالمؤنث أو كتير قوي تذكر بالمؤنث، ده يا إما المخاطب إليه ده صهيون أو أورشليم أو إسرائيل أو الشعب، وكل ده بيعامل معاملة العروسة الخائنة لعريسها. هنشوف النص، هقرأ النصوص الأول وبعدين ناخد آية كده نتأمل فيه. قائلا أرمية 3:1 إذا طلق رجل امرأته فانطلقت من عنده وصارت لرجل آخر، هل يرجع إليها بعد؟ حسب الشريعة ممنوع واحد طلق مراته وراحت لواحد تاني يستردها تاني. وطبعا ده كان أحد الليميتيشنز أو الحدود اللي ربنا حاططها عشان ما يستسهلش اليهود يطلق.
فما لو راحت لواحد تاني مش من حقك تاخدها، وإلا تبقى نجاسة. ألا تتنجس تلك الأرض نجاسة حسب الشريعة؟ أيوة. يقوم ربنا يقول بقى أما أنت يا صهيون فقد زنيت بأصحاب كثيرين، لكن ارجعي إلي يقول الرب. تصور واحد يعني الخيانة في أصعب صورها، وبعدين يقول إيه؟ بس ارجعي لي برضو عاوزك. آية تاني تقول إيه في نفس الإصحاح؟ قال الرب لي في أيام يوشيا الملك هل رأيت ما فعلت؟ تصور بقى المسيح لما يوشوش كده أرميا يقول له شفت بيعملوا إيه؟ يعني يا عيني بيدوا همهم لبعض، المسيح بيشكي همه لأرميا وأرميا يشكي همه للمسيح، صداقة يعني. هل رأيت ما فعلت العاصية إسرائيل؟ انطلقت إلى كل جبل عال وإلى كل شجرة خضراء. عبادة الأوثان كان كده، يطلعوا على كل حتة عالية يحطوا تمثال ويسجدوا ويسيبوا الهيكل ما حدش يدخل. في الوقت ده كان الهيكل موجود. وزنت هناك، زنت يعني عبدت أوثان. فقلت بعدما فعلت كل هذه ارجعي إلي، فلم ترجع. فرأت أختها الخائنة يهوذا، وبقيت النص يقول فيهوذا قالت لا ده قليل اللي عملته إسرائيل. فيهوذا بقت تتمادى في الشر أكتر من إسرائيل. في الوقت ده كان في مملكتين لو أنتوا فاكرين التاريخ، بعد سليمان اتقسموا اليهود مملكتين، بقت إسرائيل هي الشمال 10 أسباط، ويهوذا هي الجنوب سبطين يهوذا وبنيامين. فتلاقوا في النبوات دايما كلمة إسرائيل ويهوذا. إسرائيل هنا يقصد بها المملكة الشمالية، واليهوذا مملكة الجنوب اللي فيها أورشليم. آية 3 أرمية 3:12 اذهب ونادي بهذه الكلمات نحو الشمال، الشمال يبقى إسرائيل، وقل ارجعي أيتها العاصية إسرائيل يقول الرب لا أوقع غضبي بكم لأني رؤوف يقول الرب، لا أحقد إلى الأبد. اعرفي فقط اسمك أنك إلى الرب إلهك أذنبت، وفرقت طرقك للغرباء تحت كل شجرة خضراء، ولصوتي لم تسمعوا يقول الرب. لسه في نفس الإصحاح ارجعوا أيها البنون العصاة يقول الرب لأني سدت عليكم. سدت عليكم هي في الترجمة يعني أنا راجلكم، فارجعوا لي، أنا المسؤول المفروض. فأخذكم واحد من المدينة 2 من العشيرة وآتي بكم إلى صهيون وأعطيكم رعاة حسب قلبي يرعونكم بالمعرفة والفهم. أنا قلت كيف أضعك بين البنين، يعني كان نفسي أعاملك معاملة ولادي، وأعطيك أرضا شهية ميراث مجد أمجاد الأمم، نفسي أورثكم السماء، نفسي تبقوا ولادي. وقلت تدعينني يا أبي، هيجي اليوم اللي تقولي لي يا أبويا على ربنا، طبعا ده العهد الجديد بقى. ومن ورائي لا ترجعين، يعني نفسي تبطلي إيه تلفي من ورايا وترجعي للدنيا تاني. دي شهوة ربنا، ان الواحد ايه يمشي لقدام ما يقعدش يرجع تاني ويخيب ويبص على الدنيا. اخر آية سمع صوت على الهضاب بكاء تضرعات بني اسرائيل. اخيرا تابوا، يعني اخيرا سمعنا لهم حس حلو. لانهم عوجوا طريقهم نسوا الرب الههم. ارجعوا ايها البنون العصاة فاشفي عصيانكم. اخيرا قالوا في اخر الاصحاح ها قد اتينا اليك لأنك أنت الرب إلهنا. صح اللي بعده خابوا تاني، بس يعني على الأقل كان نفسه يسمع دي. إيه بقى حكاية الرجوع دي بقى؟ أكتر كلمة بيوشوشنا ربنا أتصور كده بعد الإصحاح ده، بيقول لك ارجع. ليه؟ ساعات تكون في روح غضب دخلتك متغاظ، وربنا عمال يقول لك ارجع حبيبي، ارجع لسلامك، أنا مديك سلام، أنا مسؤول، مالك غضبان ليه؟ فاير ليه؟ ما انت دقت طعم السلام. او ارجع لمحبتك الاولى، مش كنت بتحبني اكتر من كده؟ مش كنت بتحب الخلوة؟ مش كنت بتحب الانجيل؟ مش كنت بتحب القداس؟ ليه سبت نفسك الدنيا تاخدك؟ ما انت دقت في وقت مشاعر حلوة. او ارجع تاني خليك طيب زي الاول، كانوا بيقولوا عليك ساذج، ما كنتش بتشوف عيوب حد، ما ترجع للطيبة دي. عامل فيها ناصح دلوقتي، هي مش نصاح، بقت عين شرير، بقى كل الناس في نظرك وحشين،
فين البساطة اللي كنت فيها وانت صغير؟ أو ارجع وخليك طفل، ما انت كنت طفل في منتهى النقاوة. ومن لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله إن لم ترجعوا وتصير. إذا كلمة ارجع زي ارجع لحضني، انت كنت جوايا، ليه طلعت برايا؟ ارجع لعقلك، ليه مشيت ورا الدنيا؟ ارجع لقلبك الطيب، ارجع للتسامح اللي كان طبعك، ارجع للبساطة اللي فقدتها من كتر الحسابات والدنيا والفلوس. كلمة ارجع دي مليانة معاني وتطبيقات، كل واحد بشكل. ممكن تبقى ارجع لخدمتك، انت سبت خدمتك ليه؟ او ارجع لروح الخدمة اللي ابتديت بيها، كنت في اول الخدمة مستكترها على روحك وحاسس انا تحسب خادم، دلوقتي قدمت وبقيت بتزعل من الناس ومش مقدرينك وناسينك. فين الروح الاولانية اللي كنت يعني مستكتر على نفسك لقب خادم؟ ارجع لدموعك، كان في لحظة كنت ممكن تبكي خجلا، راحت فين دي بقى؟ ارجع لاتضاعك، كنت بتقدم الناس عليك، دلوقتي بتزق عشان توصل. اذا كلمة ارجع دي ملح، ارجعي. لأن شعب اليهود كان في زمن داود على الأقل كان بتاع ربنا، وكان سخن، وكان في آلاف من المرتلين، وكانت العبادة قوية. زمن موسى في أوله، يا سلام على المنظر وهم بيعدوا البحر وطالعين يرتلوا، حاجة ما تكررش تاني. فيبقى ربنا يقول ما ترجعوا للمنظر ده تاني، المنظر ده كان حلو، وانتوا فرحانين بالمن وفرحانين بالمية وفرحانين بالعبور وشايفين ربنا في عمود السحاب. ايه اللي خلاكوا تقلبوا بقى وعجل ذهبي وشغلة؟ في حياة كل واحد فينا في يوم او مرحلة فترة كانت احسن من كده. فحتى لو ربنا مش بيكلمك عن قداسة بعيدة عنك، بيقولك انت تقدر ترجع لحاجة انت دقتها، حالة اكتر من كده. لو في حد زعلان منك وانت زعلان منه، ليه ما ترجعش للوضع القديم اللي كنتوا حبايب؟ ليه سبت الشيطان يكسب جولة ويبوظ العلاقة؟ ما ترجع، ما كانت العلاقة دي في أولها كويسة وكانت حلوة. إذا طلق رجل امرأته فانطلقت من عنده صارت لرجل آخر. هنا ربنا بيشبه علاقتنا بيه علاقة زواج، ارتباط. هنا في نوع من الخيانة، راحت لحد تاني، انت بقت نفسك مش بتاعتي. إما إنها بقت الذات حكمك، بقى اسمك انت واخد مطرحي، دماغك فيك انت، قلبك فيك انت، مشغول على اسمك انت ومركزك انت وانجازك انت، فانت بقيت اله نفسك، انت بتعبد نفسك وانت مش دريان. هذا هو الرجل الاخر، ودي تعتبر حالة زنا، عبادة الذات. او المادة، زعلان على الفلوس اللي راحت، او فرحان بقرش جاي، او بتحلم انك توصل لمبلغ معين. ليه يا ابني كده؟ ليه وانا يعني كنت قصرت معاك؟ انت عشت حياتك كلها مرتاح يعني، وهتسيبها وهتمشي بكرة يعني. ليه تروح لراجل آخر شوية فلوس؟ أو الناس، أحيانا الواحد يبتدي يحب ربنا وبعد شوية يتكعبل في الناس، بقت الناس هي اللي زحمة في دماغه، عاوز يرضي ده وخايف من ده ومراعي زعل ده ايه الناس يعني. انت في الآخر جاي لنا والناس دول هيمشوا وانت هتمشي. أو الرجل الآخر يبقى جسدك، خلاص بقى جسدك شغلك، المرض مخوفك، الأكل والشرب مهمين عندك، النوم والراحة، وبعدين بقى يبقى واضح ارجع من أي واحد من دول خدك مني. يبقى الرجوع عن حاجة خدتك من ربنا، دي أول آية. يقول لكن ارجعي، يعني مهما كنت لخبط لكن ارجعي، دي بتدينا رجاء. لأنه دايما لما بص للآية أما أنت فقد زنيت بأصحاب كثيرين، ممكن لو ما نعرفش الآية نقول وعشان كده بقى أنا هعمل فيك وسوي، مفروض بقى. إنما نفاجأ إن بعد الكلمة الصعبة قوي دي يرجع يقول بس أقول لكم ارجعوا خلاص. يعني أنا مستعد أسامح كل ده واشطب عليه كله وكأنه ما كانش، والغيه تماما من رصيدك وحساباتك، بس أنا مش طالب منك غير ارجع، يقول الرب. ارجعي يعني ربنا بيستحمل مشغوليتنا. احنا موضوعنا الاحتمال، ربنا ممكن يكون احتملك سنين وانت مشغول عنه في بالنسبة لربنا تفاهات،
أو في أمور هو واعد بيها من الأول، ليه خدت عقلك؟ أو في ناس هو حطهم في حياتك عشان يقربوك منه مش عشان يبعدوك عنه. فربنا محتمل عبادتنا للأوثان. أصعب حاجة على ربنا عبادة الأوثان. العالم مليان عبادة أوثان. عبادة الأوثان ما وقفتش. الدولار وثن، التلفزيون وثن، الفيسبوك وثن، الإعلانات اللي في التلفزيون وثن، الناس بيبقوا وثن ساعات. طبعا أكبر وثن في الدنيا ذاتك. الله يحتمل جحودنا، يعني تلاقونا متذمرين بعد ده كله، يعني القلب مش معاه والدماغ مش معاه وبعدين نرجع نشكي. يعني مفروض هو اللي يشكي. إذا ربنا دايما في حالة انتظار للرجوع. أجمل لحظة عند ربنا هي الابن الضال اللي جاي ده. هو راجع كده خلاص، مش عاوز حاجة تاني ربنا أكتر من كده. ها قد أتينا إليك، نهاية الإصحاح كده، أدينا راجعين أهو يا رب. تاني ارجعوا. قال الرب لي في أيام يوشيا، هل رأيت؟ شفت عملوا فيا إيه؟ فقلت بعدما فعلت كل هذه. خلي بالكم إحنا أحيانا مش بنعرف كمية الشر اللي عملناه وكمية الأذى اللي ربنا خده مننا. أشعياء مرة يقول قد أتعبتني بأثامك، تعبتوني. وإحنا فاكرين الإدانة عادي، والتفكير في الفلوس عادي، والمشغولية بالدنيا عادي، والزعل من الناس عادي، وكل ده مسامير في المسيح. كل ده جلدات على ظهره وهو ساكت، وإحنا مش دريانين اللي بنعمله فيه. فهنا بيقول قلت بعدما فعلت كل هذه. برضو نخاف نقول ايه ده، هنتقم بقى ولا هيغضب؟ ارجعي إليه. نفس الكلام، مش عاوز اكتر من تلف وترجع لي، واللي فات مات. ايه الطيبة دي، ايه الرئة دي؟ مفيش بني ادم بيعمل كده. مش ممكن انسان يحتمل اللي ربنا بيحتمل. مش ممكن انسان يغفر بالقدر اللي ربنا بيغفر بيه. محدش بالبساطة دي يلغي كل السنين دي ويشطب عليها كأنها ما كانتش، ويقدر قوي الرجوع وكأنه أحلى حاجة. طب ما احنا عندنا فرصة ننطلق مع ربنا ونرجع ونفرح. فلم ترجع. يبقى ربنا دايما مستعد للفرصة الأخرى. ربنا دايما محب للغفران، عاوز يخلينا نبتدي تاني وينسى اللي فات. لكن خلي بالكم النص هنا بيشاور على حاجة تاني. على فكرة حياتنا باللخبطة اللي فيها ضرت غيرنا كمان. لما يهوذا شافت إسرائيل بتلخبط، يهوذا سائت فيها. فاهمين الفكرة؟ يمكن ولادك خدوا منك ان الفلوس مهمة زيادة، انت ضرتهم على فكرة ضرر فظيع، لان هم لقوك مركز في الفلوس زيادة. يجوز ناس قريبين ليك اتعلموا الإدانة بسببك، لانك انت مسؤول او كبير او خادم، فاستحليت الكلام عن الناس، فطبعا اللي ورا منك هيستحلوها. فطلع انه كمان انت ضريت غيرك، ومع كده يرجع يقول لك برضو ارجع لي. الموقف الثالث، اذهب ونادي. يقول الرب لا أوقع غضبي بكم. أنا مش عاوز أغضب لأني رؤوف، يقول الرب. تعبير جميل. أنا مش بحب أغضب. اللي انتوا عملتوه يستاهل الغضب، يستاهل. إنما مش طبعي الغضب، أنا طبعي الرأفة. دي حكمة جميلة. اللي عملته نينوى تستاهل الغضب، اللي عمله يونان يستاهل الغضب، بس ربنا ما بيغضبش لا على يونان ولا على نينوى. ربنا بيرأف بيرحم. هو ده اللي حاصل معانا. احنا لو بالورقة والقلم كان لازم نبقى في الجحيم، لكن ربنا بيحبنا ويميل للرأفة، فبيسامح ويفضل يسامح ويفضل يسامح. بس عاوزك ترجع بقى، يعني تظبط اتجاهك. يقول لا أحقد إلى الأبد، يعني بتضايق. هنا أحقد بمعنى بتضايق بس ما بسيبهاش. ما هو بيتضايق من الغلط لكن ما بيطولش مع نفسه. بصوا التعبير الجميل ده. شوفوا التوبة ممكن تتبسط قد إيه. اعرفي فقط اسمك، بس لو تعرف اللي انت عملته هو ده كفاية. كفاية لو انت وقفت وقلت له انا عارف اني وحش. بالنسبة لربنا انت عملت كل المطلوب،
ما هو الابن الضال راجع يقول ايه؟ اخطأت. لا بيوعد انه يبقى حاجة كويسة، ولا بيقول هيسدد اللي سرقه، ولا عارفش يقول انا غلطت جامد. اوكي خلاص، خده في حضنه، خلصت. اعرفي فقط اسم. عشان كده من اوحش المشاكل ان الواحد يكابر في الاعتراف بخطيته، انه الناس تقول له انت غضوب، يقول لا الناس اللي مستفزه. يا حبيبي اعرف خطيتك، خلينا نخلص. اعرف انك لسه عبد للفلوس وماله. اعترف قدام ربنا انك انت جسدك شغلك زياده. اعترف انك بتسيء الظن بالناس، ما تقعدش تقول هي الناس وحشه، لا برضو انت سيء الظن طبعا. اعترف ان قلبك ضيق مش بتحب الكل. اعترف ان كرامتك عاليه شويه. اعرف بس اسمك، خلينا نخلص. اعرفي فقط اسمك. يعني بيسهل علينا التوبه جدا. انك الى الرب الهك اذنبتي وعملتي ولصوتي لم تسمعوا. من الحاجات اللي ربنا بتزعله، وما اظنش ان حد فينا بيعترف بيها، ونفسي تاخدوها تدريب. كل مرة تعترفوا قولوا مش بسمع صوت ربنا كويس. يمكن دي تنبهك لخطية غايبة عنك. لان احنا ممكن نقعد بالشهور ويبقى بنوعظ زي حالاتي، بس مش سامع ربنا بيقول لك ايه. ساعات يحصل كده، يكون ربنا عمال يقول لك حاجة وانت مش راضي تسمعها خالص، لانك انت بتقرا عادي، بتصلي عادي، بتحضر قداسات عادي، بس كأنه كلام نظري، وفي كلام بيخبط وبيقول وتاخد منه قرار لازم ما بيتاخدش القرار. فهنا من الحاجات اللي بتوجع ربنا، انت مش سامعني. لهم اذان يسمعون ولا يسمعون ولا يفهمون، طوبى لاذانكم لانها مفروض تسمع. النص اللي بعده: ارجعوا ايها البنون العصاة يقول الرب لاني سدت عليكم. سدت عليكم قريتها في اليونان، في الانجليش يعني مارد، لاني انا متجوزكم. يعني معناها كده انا مسؤول كده خلاص، انتوا حته مني. فاخذكم واحد من المدينه واثنين من العشيره واجيبكم صهيون. يبقى ربنا بيقول انا ارتبطت بيك حبيبي من ساعه المعموديه والميرون، ارتباط انا ما اقدرش، انا ما بطلقش حد، انتوا حته مني. فانا مسؤول اصلح كل اللي انت عملته، بس تعالى لي. انا مسؤول اصلح البلاوي اللي انت عملتها. تصوروا الاوفر، مش انت بوظت في عيالك، انا هظبط لك اللي عملته. مش انت ضيعت عمرك، انا هلحق اللي فاضل من العمر. مش انت اصريت على الشر، انا هصلح كل الخرابة اللي انت عملتها دي. بس ارجع لي لاني مسؤول. انا مسؤول اغفر، ومسؤول اغير، ومسؤول ازينك وتجهزك للسماء كمان. انا ارتبطت بيك ارتباط زيجي. هنا الزوج المثالي هو المسيح له المجد، المسؤول مسؤولية كاملة عن شريك حياته اللي هي البشرية. وبعدين يقول هاخدكم واحد من المدينة واثنين من العشيرة. يعني ايه؟ لو واحد عدل بيرجع لربنا مش هسيبه، لو اتنين من عشيرة كاملة هجيبه. يعني ما تبصش حواليك، لأن أغلب الناس ما بترجعش، أغلب الناس مش عاوزة تتغير. فهي واحد من المدينة، يعني هم قلة اللي بينتبهوا للوشوشة الإلهية دي. ارجع يا حبيبي. قليلين اللي بيفتحوا ودانه، بس هم دول اللي بيعجبوا ربنا. فيبقى أنت متابع صوت ربنا ومالكش دعوة بحد. زكى عشار ضمن 100 عشار، هو الوحيد اللي خد القرار، واحد من المدينة. يعني ما تبصش بقى وتقعد تقولها ده ما أنا يعني الناس كلها، مالكش دعوة بحد. القلة هي دي اللي بتعجب ربنا. هنا بقى في مكافأة للتوبة، مكافأة جميلة: أعطيكم رعاة حسب قلبي. أحد مكافآت التوبة إنك لو تبت ربنا هيحط في حياتك واحد شبهه يفرحك، واحد يقدم لك حنية ربنا، واحد يديك الغفران اللي انت مستبعده عن نفسك. إذا الرعاة حسب قلب الله عطية من الله للتائبين. سر الاعتراف ده نعمة كبيرة جدا. الأبوة بتاعت الكاهن دي نعمة كبيرة جدا، لأنها عطية رب، هديته للشخص التائب. بدل راجع هتاخد حاجة غالية من عندي، هديك واحد حسب قلبي كده يسوقك بقى بالمعرفة،
بالفهم، يقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه عشان ما ترجعش تاني تتلخبط تاني. فالتوبة لها مكافأة، من ضمن المكافآت مش بس الغفران، الرعاية أو الراعي الصالح. أنا قلت كيف أضعك بين البنين، يبقى ربنا مصر يرجعنا واحد من الولاد من بنين. يعني كل اللي شاغل ربنا نفسي ابني ده اللي بعد يرجع يبقى ابني في بيتي تاني ويقول لي يا بابا. نفسي يقول لي يا بابا. كانت شهوة الأب في مثل الابن الضال إن الولد يرجع يقول له يا بابا. عشان كده ما سابوش يقول اجعلني كأحد أجرائك، وفضل كل شوية يقول ابني ابني. الابن الكبير يقول له ابني كان ميت وعاش، ويقول للخدام ابني كان ميت وعاش يلا نفرح. هو فرحان قوي ان ابنه رجع يقول له يا بابا. لا تتصوروا حلاوة أبانا الذي عند ربنا مش عندنا. أبانا الذي احنا بنقولها للأسف كده، إنما بالنسبة لربنا لما أولاده يقولوا له أبانا زي أطفال بينادوا على بابا، مفرحة. في رومية 8 قديس بولس اللي فاكر ترتيب رومية بيقول القيادة بالروح القدس تخلينا نقول له يابا. آبا في اللاتيني زي الفلاحيني بالظبط. يابا يعني ايه؟ آبا الآب، يعني حتى في ترجمة انجليش يقول لك you are my father you are my dad، يعني انت ابويا. آبا يعني بابايا، مش بشياكة فاذر يعني، لا هي كمان بالبلدي. فربنا بيبقى فرحان قوي ان الناس ترجع تقول له انت بابا، ما هو مستنيها دي. فبيقول كنت عاوزكم توصلوا لدي، بعمل كل اللي بعمله عشان ترجعوا تقولوها لي من قلبكم وتبقوا فرحانين بيها زي ما انا فرحان بيها. كيف أضعك بين البنين وأعطيك أرضا شهية ميراث مجد أمجاد الأمم. يعني اللي تحلموا به في أمجاد الأمم عندي أغلى من السما طبعا. العز اللي ما تتصوروش بيتحوش لك لمجرد انك ترجع تقول يا آبا يا بابا. تلاحظوا ان في الصيام اللي احنا داخلينه الصيام الكبير بنغني أبانا الذي زيبنيوتت، لأن هو ده أساس الصيام، التمتع بالأبوة. المسيح لما اتكلم عن الصيام قال ما تبينش لحد صيامك، صوم ليه؟ لأبوك. ولما تصلي تقفل على نفسك وصلي لأبوك، ولما تعمل صدقة ما حدش ياخد باله تعملها لأبوك. فأول قبل ما نصوم حد الرفاع هتسمعوا كلمة أبوك 10 مرات في النص، عشان تبقوا فاهمين ان الصيام كله في حتة أبوك دي، التمتع بالله. يبقى التوبة بترجع لك البنو، التوبة بتدوقك طعم حضن أبوك، بتحسسك بفرحة السامرية وحضن الأب في الابن الضال ومشية المخلع اللي كان مشلول وفتحة عينين الأعمى. كل ده اختبارات هتحسها في الصيام اللي هي كلها بتقول ايه ده اللي أنا كنت فيه ده أنا كنت ميت، ده عيشة جميلة أوي. وقلت تدعينني يا أبي، يعني أنا مستني توصلوا لدي، تقول لي يا أبي ومن ورائي لا ترجعين، يعني ما تلفيش وترجعي تاني. يبقى الرجوع للبنوة، ويبقى اللي شاغل ربنا شاغلك، هو مشغول يديك السماء وانت مشغول تروح السماء. كده اتظبطت الحكاية، اللي شاغله ياخدك السماء واللي شاغلك تروح السماء. ومن ورائي لا ترجعين، يعني دايما متحفظ، مش عاوز ارجع للخيبة تاني والكسل تاني والفتور تاني والفلوس تاني والزعل من الناس تاني لا مش عاوز ارجع للخيبة دي بقى. اخيرا اخر نص، سمع صوت على الهضاب بكاء تضرعات بني اسرائيل لانهم عوجوا طريقهم نسوا الرب إلههم. برضو مع الكارثة دي مفيش غير طلب واحد من ربنا، ايه؟ ارجعوا أيها البنون الأوصاق فأشفي عصيانكم. كأن ربنا بيقول طب افتكروني، ده انتوا بتنسوني. احنا ساعات ننسى ربنا بالساعات طول اليوم وكأنه مش موجود، ساعات ننسى بالأيام، إنما ما يصحش ننسى إن هو المسؤول، هو اللي قدامنا وورانا وفوقينا وتحتينا. أو ارجع افتكر أنا قلت إيه، لأن التوبة مرتبطة جدا بكلمة ربنا. التائب هو شخص كلام ربنا في ودانه طول الوقت، إن كان وعود أو وصايا. التائب شخص
ودانه دماغه مليانة كلام ربنا، صوت ربنا بيهزه طول الوقت، بحبك، ما تخافش، تشدد، تشجع، ارجع، أنا معاك، أو لا تدينه، لا تغضب على أخيك باطلا، حاسب من كذا. فصوت ربنا بيحركه طول الوقت. عشان كده مفيش توبة يا حبايبي من غير إنجيل، مفيش توبة من غير مشغولية بالكلمة ربنا، ومش مشغولية نظرية تحفظ مجرد آيات، لا، الكلام بتاخده على نفسك وتعيش بيه. هنا كمان التضرعات، دموع فرصة للرجوع. الآباء قالوا دمعة واحدة من عين الواحد بتهز السماء كلها. أي شعور صادق بالخجل من ربنا عند ربنا ده، دي لحظة تاريخية في حياتك. مش لازم دموع العين، لكن الصدق وانت واقف قدام ربنا مكسوف في لحظة، دي أجمل لحظة في عمرك، لأن اللحظة دي بتخلي ربنا يشطب على الماضي كله من غير كلام، حتى لو ما اتكلمتش. زي المرأة الخاطئة اللي قعدت تعيط عند رجليه، اتسطب على الماضي كله في اللحظة دي، وهي حتى ما استجرتش تقول له سامحني، بس هو قال لها خلاص اذهبي بسلام، إيمانك خلصك. هنا اللي مستنيه ربنا إيه؟ إن احنا نرجع نقول له ها قد أتينا إليك، أدينا رجعنا هو بقى. دي الكلمة اللي بتفرح ربنا. ما أجمل منظر الكنيسة في قداسات الصوم والشعب كله بيقول ارحمنا، أجمل منظر على الأرض كلها. تصور المسيح بيبقى فيه منتهى السعادة والكنائس مليانة بمصلين تائبين، مش جايين حتى يطلبوا عشان دنيتهم، لا خلاص جايين يطلبوا الرحمة. هذا المنظر بيدي قوة للكنيسة كلها. الكنيسة تغير العالم بالمنظر ده. لو احنا فهمنا قيمة اللحظات دي اللي كلنا بننسى الدنيا وننسى نفسنا ونبقى في وضع توبة، تأكدوا ان ده بقى أقوى حاجة على الأرض. دي القوة اللي تهز العالم وتهز الجبال كلها وترجع العالم كله للمسيح. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. سلام المسيح. أنا يوليانا إيهاب، وأنتم بتسمعوني من خلال خدمة قناة الراعي الصالح The Good Shepherd على اليوتيوب وكمان على صفحة الفيسبوك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير مع أصحابك، عشان ده بيشجعنا نستمر وبيحسسنا إن احنا بنعمل حاجة حلوة ومفيدة. بشير بسيط منك تقدر تخلي ناس تانية كمان تسمعه وتستفاد. And don't forget to subscribe and active the notification ring.